فنزل قوله تعالى: ولسوف يعطيك ربك. الله، شوف، اصبر يا أخي، راح ترضى، يوم ترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله، شلون هاي الآية تحسها نسمة هواء تمر على القلب، كل من تقرأها بالتذوق. يعني رب العالمين كأنما يجبر خاطر الإنسان المبتلى. إيش قد عندنا ناس يمرون في بلاءات معينة في حياتهم، الله يقول له: اصبر، تيجي ساعة أنطيك عطاء أمليك رضا، بس اصبر، لا تجزع، لا تنكسر. كأنما الله يهمس بإذن هذا المبتلى، يقول له: اصبر فلان، وعزتي وجلالي لأملأنك فرحا ذات يوم، بس اصبر، ولسوف يعطيك ربك. الله، شوف العبارة ايش قد عظيمة. ولسوف يعطيك، راح أعطيك عطاء، أرضيك ما لك دخل، بس اصبر لي هالأيام، اصبر لي هالشهر، اصبر لي هالسنة. الله يقول لك راح تفرج. السلام عليكم، شلونكم بنات؟ شلون الصحة؟ يا رب الكل بخير وصحة وعافية وانتم مشاهدون فيديو اليوم. رجعت وياكم بفيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم الفيديو. اليوم الفيديو كلش حلو وممتع، بطبخات وبروتين. هنا بنات، شفتوا انتم من بداية الفيديو التغيير اللي سويناه يعني بالاستقبال، من كانت قبل وبعد، وكانت النتيجة يعني مرضية وصارت كلش حلوة ومرتبة. لأن هي شفتوها قبل شلون يعني مليانة رطوبة وكان صبوخها يعني ما عاجبني وبها شغلات هواي مو حلوة. فعالجنا الموضوع ورتبناها، تدرون يعني على العيد، وما بقى شيء إن شاء الله على العيد، وخلصنا والحمد لله والشكر. هنا بنات رجعت وياكم بروتين الغداء. اليوم غدانا هو مرقة القيمة بالحمص المجروش. هنا عندي ربع لحم يعني شرحة، ثرمته هيك مكعبات صغار وغسلته، وبعدين حمست شوية بصل وثوم وحمست اللحم وياه. واني عندي حمص يعني مجروش، اني سالكته ومسويته طبخات وبخليته بالفريزر. طلعت لي يعني طبخة واحدة راح اسويها للمرقة. وهم سويت وياه تمن وشعرية، اكيد هو التمن مالت الحصة ما بيه شي، يعني وياه شعرية وشوية كثرت له دهين وحمست له شوية بصل. والله صار الاكل كلش طيب. واكيد هو الحمص مجروش هسه يعني موجود بكمية كلش هواي بالبيوت، والتمن همين موجود. فواحد يعني اذا موجود عنده هاي الشغلات يستغلها احسن ما يعني تخرب او تعفن. هنا بنات شفتوا هاي عندي طبخة انا طلعتها سالكته وجاهز، خليته ويا المعجون. بعد ما حمست اللحم حمست المعجون، ضفت عليهم الحمص المجروش، وهنا ضفت عليهم كمية من المي، وراح اخلي عليهم تقريبا خاشوقة صغيرة من الكركم، وخاشوقة صغيرة من الدارسين حتى تصير نكهة القيمة، واثنين من النوم بصرة. هنا بنات بعد ما خلصت المرقة وخليتها على النار تسخن على راحتها، رجعت اسوي التمن. هنا حمست شوية شعرية، وهذا التمن مالت الحصة، بس يعني غسل نظيف، وبعدين نقعي فد ربع ساعة نص ساعة، وشوية كثر دهين، كثري له شوية بصل، والله تطلع النتيجة كلش طيبة. وهنا مرقتنا بعد ما ذخنت، شوفوا يعني ما داعي اسولف عليها، هي مبينه من شكلها، والله طعمها كلش طيب يعني الجهال كلش حبوها، تعجبوا بالطعم مالتها. يعني مو الا واحد الا دجاج ولحم وسمك، يعني تجي مرات واحد يعني ما عنده مخلص مصرف او ما عنده مسواق بالثلاجة، فهل موجود وكله خير ونعمة وبركة والحمد لله والشكر
على النعمة. هنا بنات بديت أصب الغداء. يعني التمن جاي تشوفوا انتو شلون يعني نثري، لا معجن ولا يعني حباية وحباية يقرط. والمرقة هم سويتها شوية ذخينة، يعني أكيد هي مالت القيمة تصير ذخينة شوية. وهنا بنات بعد ما اتغدينا والحمد لله والشكر وغسلت المواعين نظفت البيت. هنا بديت أعطر بالبيت. وطبعا بنات هذا المعطر اللي بإيدي والله يعني العطر مالته صدق راحة نفسية يخبل. وهنا حبيت أخذ رأيكم بالتغيير اللي سويته. يعني كان ميز الطعام بالوجه والثلاجة منها بهاي الصفحة بجهة الدرج، فأني خليت الثلاجة بالوجه والميز خليتها مكان الثلاجة. فقالوا لي هيك شكله حلو لو أرجعهم لمكانهم. يعني حلو واحد يغير. تدرون أنا أحوس بالبيت يوميا سهلة هاي الشغلة منها خليتها من أنا. يعني هسه الميز صار من هناك بصفحة الدرج والثلاجة صارت بالوجه. هيك حلو لو أرجعهم لمكانهم. وهنا صارت تقريب دنيا مغرب. بديت أجهز بالعشاء. عشانه كان كباب عروق. فقلت لكم اني يعني الثلاجة ما بيها مسواق، يعني بيها شغلات هيجي جدا بسيطة. وبيومها يعني ما تنظيف وهاي، فما لاحقت يعني اروح للسوق واتسوق. فالموجود بالثلاجة عندي شوية طماطيات على بصل شوية كرفس. عندي هم لحم مثروم هيجي كمية قليلة تقريب ربع أقل الربع. وهم سويت عشاء وسويت وياهم الحميسة مالت الباذنجان. وهنا بديت أثرم بالكرفس. حتى كرفس أنا ما عندي، أنا عندي خضرة بس ما بيها كرفس، بيها كمية كلش قليلة والخضرة كلها ذابلة. أنا كلها ذبيتها فطلعت من عندهم بس هاي الكمية. وهنا هذا اللحم هم غسلته وخليته وياهم، وخليت عليهم البهارات اللي خليت هنا بهارات جدر، وخليت شوية كركم وملح وهاي الشغلات. وصار عشاهم كلش طيب. بنات إذا تردون الكباب يطلع مقرمش وما يعجن عندك، بس ضيفي ويا المواد ضيفي خاشوقتين من النشا. خاشوقتين نشا والله يصير طعم الكباب كلش طيب ومقرمش ولا يعجن ولا يشرب زيت. هسه أنا مثل ما شفتوا خليت خاشوقتين نشا وتقريبا 4 خواشيق طحين. هناك كمل عندي الكباب. هنا رجعت أسوي الحميسة مالت الباذنجان. هنا عندي هم باذنجانات حتى تشوفوا يعني شكلهم ذبلان. قطعتهم هيك مكعبات بهاي الطريقة. يعني إذا أنت مخلصة مصرف مخلصة مسواق تعبانة ما قادرة ترحين للسوق، فبنات هذا الموجود بالبيت أي شي موجود. أنت يعني بعد أنت أم البيت تعرفين شلون ترتبين وتدبرين أمورك. والأكلة يعني مثل ما نقول خلي لها بيها، يعني خلي لك خلق وياها رتبيها. هنا بناتهم عندي هذا فلفل
وهنا بنات جهز عندنا العشاء، وكان عشانه كلش طيب وبسيط، وخليته ويا رقي. وهاي حميستنا اللي تخبل سوا بهاي الطريقة كلش طيبة. والكباب مالتنا والله العظيم كلش مقرمش وطيب، ولا شرب عندي زيت ولا عجن عندي، بس سووا انتم بالطريقة اللي انا قلت لكم عليها. وكان هذا روتيننا، واتمنى عجبكم الفيديو. مع الف سلامة.